طبعا الشغل مش عيب، بس الشغل اللي يذلك ده اسمه سجن. فبيقولوا لك ان الشغل مش عيب. عارف بقى ايه هو العيب؟ العيب انك تشتغل 12 ساعة والقبض بتاعك ما يكفيش انك تاكل بيه مرتين بره بيتك يوميا. يعني لما مديرك يفضل يقول لك قول حاضر ونعم، وانت تفضل تقول حاضر ونعم تحت بند ان انت عايز تلم خبرة، يعني تكتسب خبرة. لا يا صديقي، انت مش بتلم خبرة، انت بتتجلد حرفيا. ففي القفل عايز اقول لك بس ان الشغل اللي بيكسرك كل يوم ده مش شغل، ده سجن انت بتخش فيه برجليك. وهترجع تقول لنفسك معلش كل ده عشان خاطر المستقبل، انت بتبني مستقبلك، بتبني خبرة. هرجع واقول لك ان انت لازم تكتسب مهارة، لازم تكتسب مهارة، لازم تكتسب مهارة. المهارات كتيرة جدا، لازم تكتسب مهارة فوق شغلك عشان تعرف تحسن دخلك. وفي القفلة انا مش جاي انظر عليك والله، ولا حتى ان انا جاي اعمل فيها ابو العريف، بس صدقني كل اللي انا بقوله لك ده انا نفسي مريت بيه. كل اللي انت بتسمعه مني ده انا. فاهمين انا اقصد ايه؟ مش حاجة. ايوه انا بعمل كونتنت عن التحفيز، بس استحاله اقول لك حاجه انا ما مريتش بيها، واستحاله اقول لك على حاجه برضو انا ما عملتهاش او ما جربتهاش.